السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. طبعا اليوم اخذكم وياي بحلقه عن صيد اسماك الصبور في ولايه ميشيغان امريكا. طبعا صبور صبور عراقي. راح نستخدم اليوم الطعم الصناعي الخداعه، كله صناعي تقريبا. راح يكون هذا الفيك، وراح نشوف شو راح نصيد اليوم. الساعه 7 العصر اكثر شيء يبدأ الصيده هسه على الغروب وبالليل. وياي اليوم وعد شباب، قاعد استخدم خداعه وسمكه. رايش طعم، هذا الطعم مال الصبور، خداعه، سمكه الصناعيه، كله يشتغل. نحط له ثقاله صغيره حتى لا تنزل لا تكون ثقاله كبيره حتى لا تنزل بالحجر وتعلق عندنا. خلي واحده صغيره حتى لا تشلب عندنا بالحجر. تابعوا الفيديو للنهايه لانه بتقاتل. ما شاء الله. هلا لك، شنو هاي؟ السمكه ما لها اسم. صدق شنو هاي؟ لا مو تراوت. عبالك ساكر هاي مو لا. بس حلوه، راح نرجعها للمي هاي. صورها بس شوف شنو هي. هسه جوجل شباب، هاي السمكه اللي صلتها هسه راح ارجعها للمي. بعدنا مستمرين بالصيد. الصيد طبعا اكثر شيء هنا نركز على هنا بهذا المكان، لان السمك كله تقريبا يوقف بهذا المكان يتجمع. تفضل بداية الرابع يكون اكثر الحركة مال الصبور. هو التسمية مالته بالانجليزي امريكان شات، واحنا نصيح على الصبور لانه تقريبا هو يشبه الصبور وطعمه طيب. ومثل ما قلت الطعم المستخدم هي خداعة، سمكة صغيرة، والشباب هنا جاي يصيدون. انا يعني بصراحة ليس ما صايد شيء لان ما مستخدم السنارات بعد. راح تكون عندنا حلقات حلوة. راح تكون يعني الحلقة الجاية الفنان رعد وميثاق السامرائي صيد اسماك الكارب. تابعوا قناتي ولا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد. والجديد جاي بكثرة هذا الصيف. تعالوا وياي. طبعا صيد الوالاي بس مو موسمها. ما شاء الله طيبة هاي السمكة كلش. راح ارجعها للمي. هاي السمكة بهذا النهار مو وقتها، اسمها والاي، فراح ارجعها للمي. وعد يلا وعد، اشمرها وعد. رجعت للمي. مشكلة قوانين في امريكا يعني كل صعبة هنا بالصيد. تبغى ناخذ عليها تيكت غرامة، فنرجعها. انا جاي نتونس. اصعب شيء بالدنيا ترجع والله للمي. طيبة. فالمهم عندنا وعصات. هاي صبور، هاي اول صبور ما شاء الله. حلوة واحد. شوف الطعم شنو هو حتى يشوفوا. غير توقف فيه. راح اسوي رياضة هسه. هذا
ابو 3 روس ابو 3 شناقير وهاي. هذا هو انصار. شنو يا وعد؟ شو اسحبه اسحبه؟ صدقني تشبه القطان هاي. تشبه القطان عباله. هو صادم وحده وشيكاتش. ساكا سيم ثينج. نشوف لهم الصيد. صيد اليوم هذا. خالد طبعا هذا صيد اليوم كان مثل ما شفتوه. طلع تقريبا ايش قد يطلع في 7 8 7 8 الزبور. والصدة من هذا اللي صحوا له هو ساكر كارب يشبه بالقطان تقريبا. بس اكثر شيء رجعناه للمي، كله رجعناه تقريبا. ما توفقنا هواي اليوم. ان شاء الله جايين في الاسبوع الجاي نصور هنا ونصيد. والله ايش حاطين هاي؟ شنو القفاله هاي؟ ابو عصاد صاد له قفل. صدق سمكه هي ما سمكه. هذول هنا حاطين قفاله على هذا الجسر. هذا الحبيب والحبيبه ما شاء الله. زين ايش كاتبين عليهم؟ شيء ما كاتبين عليهم اصلا. احنا كاتبين عليهم. ما اعرف هاي الصفحه عبالك كانت احسن. والاربعه يا اخي تعرف ايش طلعوا هنا؟ لا مشكله هناك كان اكو الزرع هوايه كان يعلق عندنا. هنا يمكن احسن. شوف هاي طلعوا وحده. يجي بعد ورانا طريق طويل تقريبا ساعة كاملة سياقة. حاليا وصلت الى موقعنا راح نصيد به اليوم ان شاء الله نتوفق. ومثل ما شايفين جايب اليوم بس سناره واحده لان ما راح احتاج اكثر من واحده هي اشمرها. وهذا الطعم المستخدم. شويه غراض ملاعب حاطط هذا هاي الجنطه. ورايح والشباب منتظرين هناك. تابعوا الفيديو للنهايه. كم وحده صايد؟ واحد كان شامل سنارته جالس قبلنا صايد 2. الطعم اشوف كمياه انه جاني يستخدم الطعم. هذا المكان طبعا كلش حلو. نجي احنا بشهر الرابع. الولايه اللي نصيد بها هي ولايه ميشيغان امريكا. هذا شنو الطعم هذا؟ طعم هذا هاي الحشره تقريبا نفس مال السلمون. شوف هنا الطعم المستخدم هو هاي مثل الفراشه صغيره. الشص ناعم. السناره صغيره. حجم السناره يكون صغير يعني ما تكون كبيره. شوف الخيط تقريبا 6 باونات او 8 باونات هاي.
اللي هسه ما صايدين شيء، بس مثل ما قلت اثنين، وخالد ووعد طبعا جا قاتلون وكل شيء ماكو. اليوم احنا جينا نتونس اليوم. ولايتنا ولاية ميشيغان طبعا بيها وايد بحيرات وانهار والصيد متنوع، بس شغله واحده ما عندنا هنا بحر حتى نصيد من البحر. يا ريت اكو بحر قريب كان نروح له ونصيد لكم من البحر انواع ثانيه من السمك، بس ميشيغان بيها بس بحيرات وانهار. هذا البارك كلش حلو. هنا تقدر توقفون هنا، هذه الصفحه الثانيه، ومنها اكو صفحه الاخرى نهر بس مي راكد، هنا احسن. يمكن احتمال هناك للكارب، بس احنا اليوم جايين على الصبور. اتصور هسه على الظلمه راح تظلم الدنيا، على الغروب نصيد اكثر، احتمال يصير صيد. جربنا اكثر من طعم ماكو شيء، وبعدنا جا نصيد. مثل ما شفتوا خليت السنارة هنا فوق الجسر، لانه خالد ووعد جاي يشمرون السنارة كل شويه معلقه بسنارتي، فانت ما احلى شيء صعد فوق الجسر احسن لي. بس هي المصيبه ما في شيء، وبعدنا باقيين. مرتين راح لطعم خدعات، اثنين راحوا، هاي الثالثه يوم جاي تشلب عندنا بالحجر وتنقطع. خالد راح حوله هوايه، وعد نفس الشيء، مواني هم وياهم، بس السنارة تتحرك هاي بالمي وصايده. بس لو شلون راح اعرف مع الصيد. اللي انقطعوا عندنا اكثر ما صدنا بس اثنين، هذا اليوم كله 2 صبور. بس امشي لوين تونسنا اليوم طبعا. طالعين هسه الجو قام يبرد شويه مثل ما شايفين، ملابسين هواي ملابس. الجو كان كلش حلو بالنهار، هسه برد ورايحين للبيت. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وضغط على زر اللايك. تحياتي لكم، مع السلامه.